النهارده صحينا على السوشيال ميديا مقلوبة على محمد صلاح علشان الصورة دي. محمد صلاح قاعد في جلسة تأمل بوذية ومسكناه تريقة وبهدلة. فبنيجي نتكلم في محمد صلاح اللي هو أنجح رياضي في كرة القدم في مصر، الراجل اللي مصر ما شافتش منه غير كل حاجة حلوة، وتلاقي الناس عمالة تهاجمه. طب بتهاجموه ليه؟ يعني هو محمد صلاح عمل إيه غلط علشان يتهاجم؟ يعني إيه جلسة تأمل بوذية؟ بوذية دي أسلوب حياة، سيستم حياة أنشأه بوذا. بوذا حط حبة حياة على راسها إن الدنيا معاناة. طيب يعني بقى جلسة تأمل بوذية أو مديتيشن سيشن؟ هو بيتعلم أسلوب معين من التنفس، من التفكير، مايندفول ثينكينج، إزاي إن هو يتقبل الوقائع، يتقبل الحياة، يتقبل الضغط العصبي، على عكس إن هو يواجهه أو يتضايق أو يزعق أو يعيط. طب انتوا بتهاجموه ليه؟ يعني محمد صلاح ده شخصية ناجحة، راجل مسلم، زوجته مسلمة ولا تزال ترتدي الحجاب، رافع راس مصر، مفيش حد يتعامل معاه المقال كويس، الراجل ده أنجح من في الكرة المصرية. الراجل ده ما عملش للبلد غير كل حاجة حلوة. ليه نصحى نهاجمه؟ علشان بيتعلم حاجة تساعده في حياته. البوذية ليست ديانة فقط، عشان نعرف الكلام ده، البوذية ده أسلوب حياة. واللي اخترع البوذية يعني بربع جنيه ثقافة، يعني اللي اخترع البوذية بوذا، الراجل ده عمره ما قال انا اله واعبدوني. في ناس ألهته بعد كده، بس في ناس كده بتتعلم البوذية علشان تتعامل مع الضغط العصبي اللي في حياتها. فبناء عليه بعد اذن حضراتكم، زي ما قال العالم زويل، احنا مشكلتنا احنا كل ما نلاقي حد ناجح نهده نحاربه، والغرب لما يلاقي حد تعبان يدعموه. احنا انجح ما فينا عمالين بنهاجموه على ايه؟ ما الراجل ملتزم، الراجل بيصلي، الراجل ما فيش مره البلد احتاجته لما لقيته. الراجل عامل حملات ضد الادمان، الراجل بيلعب في المنتخب المصري رغم ان المنتخب فيه مشاكل كبيره، وهو حصل له مشاكل من الدعايه وحقوق الدعايه بتاعته. اخر احنا بنهاجمه ليه؟ هو احنا كل ما نشوف حد عدل لازم نهده؟ احنا كل ما نشوف حد كويس نحاول نوقعه؟ يا جماعه ده يدعم، ده يشكر. يعني انا واحد من الناس بقول له شكرا يا صلاح، شكرا على كل حاجه عملتها للبلد، شكرا ان الولاد الصغيرين بقى يلاقوا امل، حد ناجح يقول انا عايز ابقى زي ده. حد يقول لي بقى، واحد يطلع بمشكله تانية نفسيه تانية يقول لك طب والاطباء والمهندسين؟ يا حبيبي انا طبيب، وانا بقول لك ان الراجل ده امل وخد عليها، انا استاذ في الجامعه، واحده من احسن جامعات مصر. انا بسمع صوت الطلبه من سنين، الرياضيين منهم يقول لك لا يا عم مفيش فايده، احنا عمرنا ما هنوصل، عمرنا ما هننجح. دلوقتي بقى يتقال ما محمد صلاح عملها. يا ساده يا كرام، بالعقل كده الراجل ما عملش حاجه غلط، بلاش ننساق ونهاجمه، مفروض نشكره. انا لا بحب الكوره ولا ليا في الكوره، وبقول له شكرا يا صلاح ان انت بقيت شمعة امل في ظلام الرياضه المصريه. شكرا.